السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا الغاليات، وش راكم؟ جسبر تكونوا ملاح، إن شاء الله تكونوا مهنيات فرحانات وكل وردات حبيبات قلبي. مرحبا بكم معايا في لا نوفيل فيديو. هذه اللي راح نضرب لكم فيها كلام في الصميم على كرتونة رمضان، وكل وحده راهي مهتمه بالموضوع نقولها مرحبا بك معنا. اليوم نحي لك هذاك الالتباس ولا هذاك الشك في كرتونة رمضان. لا فيديو تاعنا راهي متنوعه، فيها وصفات تدابير وخرجه كذلك او ميم طون. لو طون اللي راكم تشوفوا فيه لا فيديو احنا رانا نحكيو على كرتونة رمضان. شكون هما الاشخاص اللي لازم يديروا كرتونة رمضان، وهل فعلا راح يفوتنا الحال ولا حتى نقارض السلعة من رمضان؟ علاش رانا نديرو في كرتونة رمضان؟ رانا نجيبو في الشر ولا رانا نديرو في الخير؟ وكما قالوها ناس زمان، اللي في يدو كل يوم عيدو واللي ما عندوش لازم يشمر على ذراعته ويوجد لها من ضك ان شاء الله. وكالعادة والعوايد يا الغاليات، صلوا جميعنا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد. ويلا نبداو. راح نبداوها بسم الله على بركة الله بالوصفة تاع نهار اليوم اللي هي جد اقتصادية، وصدقوني أحسن من اللحوم 100 مرة. راح نسحقوا في هذه الوصفة راس تاع شوفلوغ، نغلوه بالماء والملح وورقات تاع الرند وسنينات تاع الثوم. لو طون اللي يطيب لنا نحكمو نصفوه تخي بيان، من بعد نهرسوه بالفرشيطة كما راكم تشوفوا. راح نضيفوا عليه الثوم، لي زيبيس، معدنوس وشابلوغ. بيان سور راح نحكمو نخلطوهم تخي بيان، ما نساوش الزيت والملح البنات. فوالا راكم تشوفوا قدامكم. من بعد نجيبو حبيبه تاع ولاد الدجاج، راح نجيبو بيان سور الشابلور والفارينه. الحاجه اللي نوصيكم بتكون لكم هذه الوصفه الناجحه تخي بيان، هي لازم هذاك الشوفلور لازم ينحولو كامل الماء. نعرفوا بلي شوفلور يحكم كميه كبيره من الماء. لو طون يعني كيما نقولوا نتخلصوا منه ونبداو لا غوسه ديالنا. كيما راكم تشوفوا من بعد اللي عجلنا هذاك شوفلور بالشابلور بليزيبيس بالمعدنوسيتو، رانا حكمناه درناه كويرات وحاولنا نمرمدوهم في الفارينه، في البيض، في الفارينه شابلور. لو طون هذا لازم نزيدو نحضروا معنا الصلصه تاع لا بيشاميل ونعرفوها كامل. راح توجد لنا بالزبده والفارينه، قريصه تاع فلفل كحل وجوز الطيب، ومن بعد نضيفوا لها الحليب بالعقل حتى نوصلوا للقوام تاع لا بيشاميل اللي رانا محتاجينه. يعني لازم نسحقوا بيشاميل تكون ثقيله نوعا ما. فوالا البنات، هنا لو طون اللي راني نكورهم كامل هذوك الكويرات تاع شوفلور. يعني نوجدوهم، من بعد نديروا مقلاة تكون كيما كسرونه. انا بالنسبه لي نديرها كسرونه، نستخدمها كي يكون حابه نقلي عفسه تكون مغموره بالزيت. فوالا نحطوهم يعني ينقلاو تخي بيان، يعني ياخذوا هذيك لا دوغور ديالهم. من بعد نحوهم ونقطروهم. وهنا قلت لكم وصفة جد اقتصادية وراهي بدون لحوم، واللي كان متوفر عندها قطعة الدجاج أو فيونداشي ويعني تقدر تزيدها معاها. كما شفتوا البنات، هنا الوصفة هي قدامكم. هنا كنت حضرت لاصوص طوماط، يعني طماطم تاع الحب مرابية مع سنينات تاع الثوم، وراح نضيفوا لهم لي زيبيس اللي هما فلفل كحل، راس الحانوت والعكري. ومن بعد اللي نشوفوها عقدت لنا راح نحو لاصوص ديالنا. فوالا راح نديروا لاصوص في الطبق، من بعد راح نحطوا عليها الكويرات، من الفوق راح نضيفوا لها لاصوص بيشاميل ونزيدوا لها الفرماج ندخلها لو فوغ، من بعد نخرجوها. وهنايا حبيت نولي للموضوع ديالنا اللي هو كرتونة رمضان 2023. علاش راهي متضاربه الاقوال وبزاف ناس راهي مخربطه تقول لك علاش ندير كرتونة رمضان؟ جبتوا لنا الشر، مازال ما لحقش ميم با رمضان وخلوه، يعني رمضان راح يجيب خيره. وخلي هدرات بزاف. واليوم حبيت نفهم خياتي ونقول لكم كما قالوا ناس زمان، اللي في يدو كل يوم عيدو سي فغي اللي عندها ما كان له يعني تروح تحضر لي كرتونة رمضان وتعاند الناس اللي ما راهيش ملحقه. ونقول لك حبيبتي القضيه ما راحش ينقرض حتى حاجه، يعني ما راح تخلص. مي احنا فهموا الموضوع تاع كرتونة رمضان وشنو هو. كرتونة رمضان يا البنات راهي مختصه بفئه معينه من المجتمع. الفئه هذه ما راهيش لاحقه، يعني فئه عندها كما نقولوها شهريه ولا ميزانيه قليله، مثلا 2 ملايين 3 ملايين 4 ملايين ما مش ملحقين. باغ اكزومبل دوك انتي تلحقك رمضان واش ديري؟ اوتوماتيكمون راح تاكلي تشربي، ما كاش منها هذه اللي تعبد ربي ما راهي تاكل ما يتشرب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا اصوم وافطر. كيف نتوما دايرينها كاع صيام؟ ما كاش منها. من الاخر البنات احنا ناكلوا ونشربوا كما قال ربي سبحانه عز وجل، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. بخياتي راح نفهمكم انه ما كاش منها. باش تقواي على العباده لازم يكون الجسد تاعك قوي كذلك. ما لا انا ما قلتش روحي يعني من درك وروحي طمي
لي كرتونه فيها كذا وكذا، ودوك راح نفهمكم واش فيها الكرتونه. تفاهمنا من البدايه انه الناس اللي راح دير الكرتونه هي الناس اللي تكون محتاجه ولا ماهيش ملحقه لا في شهر رمضان ولا في سائر الايام، يعني لا باي تاعها ولا الخلصه ولا شهريه ديالها ما تكفيهاش، توجور طيح في يعني في الديون، طيح في كذا. الحاجه اللي حبيت نفهمها خياتي، علاش يروحوا هذو الفئه يديروا كرتونه رمضان؟ يديروا كرتونه رمضان يا البنات باش ما يطيحوش في ديون كبيره، باسكو كي يلحقوا رمضان راهم حابين ياكلوا ويشربوا ويتفحشوا كيما نتوما. مي حنا لقينا لهم لي سوليسيون، لقينا لهم الحلول وقلنا لهم تفضلوا هاي اللي كيفاش تعيشوا كيما نتوما كيما اي ناس. يلحقك رمضان تلقاي القضيان ديالك، تلقاي تشري اللحوم، يلحقك العيد تكوني وجدتي الملابس تاع العيد تاع ولادك، او ميم طون يلحقك العيد كذلك تكوني وجدتي حتى يعني الكاطو تاع العيد. وهنا عميراتي ديتكم معايا في جولة خفيفة في الأسرة اللي جاية في دويرة تحت طريق الباسن. يعني ما شاء الله واحد المغازان الله يبارك عليها، تدخلوا ليها فيها متنوعة من كلش، ملابس تاع الكبار الصغار حتى الأطفال الرضع، راح تلقاو فيها حتى لي كوسميتيك، يعني كل حاجة راح تسحقوها راح تلقاوها هنايا. واللي الحاجة اللي عجبتني فيها هو انه لي مارك اللي فيها يعني عالمية كما نقولوها، ماشي راح تلقاي حاجة تاع بو مدرح. وانا البنات وحبيت نولي للموضوع ديالنا اللي هو كرتونة رمضان. وقلت لكم كرتونة رمضان يا البنات ما تبدايها ليش بالفتاوت كيما نقولوها، نو ماشي تروحي ديري لي شامبينيون الجوز اللوز كذا منا العين، نو قلت لكم جامي تبداو بهادو صوالح. كرتونة رمضان يا البنات راح تبداوها بالمواد الأساسية، يعني المواد اللي نسحقوها في رمضان نيسيسير سي اوبليجي نجيبوها ناكلو بها نشربو بها، زيت سكر طماطم ملح فريك حمص يعني كسكس لي زيبيس، المهم الحصون كل مواد أساسية لازم تحطوها في الكرتونة. راح تبداو الكرتونة تاعكم هكذا، من بعد كي تشوفوا روحكم وجدتوا كامل هذو الأساسيات، القهوة لاتاي، من بعد تروحوا الحاجات يعني كي نكملنا الحاجات الأساسية نروحوا للكماليات، مثلا الفلون مثلا العينة مثلا الزبيب مثلا، يعني العفايس اللي راح نزيدوهم في رمضان وما همش يعني كيما نقولوها ما همش اوبليجي ناكلوهم. سيك حنايا درنا الاساسيات، من بعد هذوك جاو ولا ما جاوش ربي ورحمته. وهنا نقول للغاليات اللي راهم يوجهوا الكلام القاسي لخياتهم اللي راهم يديروا في كرتونة رمضان، نقول لكم الله يهديكم واش راح تستفادوا. هما راهم يحوسوا كيفاش يخرجوا ويلقاو حلول يعني كيفاش يعيشوا بسلام، يعني كيما نقولوها باسكو ديروا بالكم بلي الناس ولا الشعب راهو مضغوط جدا ماهوش ملحق، كي يخرج يعني يشري يحتار منين يبداها من الملابس ولا يبداها من الاكل والشرب ولا يبداها من الحلويات ولا يبداها من التحواس ما نهضروش عليه خلاص. يعني الوقت اللي وصلنا ليه وصلت كاينه طبقيه في المجتمع تاعنا، ناس عايشين خلاص وناس مش عايشه خلاص، هاك تفهموها من الاخر. والحاجه اللي حبيت نقولها لكم خياتي، نقول لكم صح سي بغير ربي يهديكم ويهدينا ان شاء الله، مي سيو لو ماكسيموم تعاونوا الناس يا لو كان بالكلمه الطيبه. قال ربي يقدرك على كرتونه رمضان، انا الحمد لله راني كافيه ومستكفيه، نهار اللي يلحقني رمضان كل حاجه كل نهار بنهارو نقدر نشري الدجاج اللحم، نقدر نشري خضره، نقدر يعني ندير يعني نشري حوايج تاع العيد في الوقت تاعهم. مي كاين عائلات يكونوا بزاف يعني فيها بزاف غاشي، تلقاي فيهم 7 8 وشهريه 2 ملايين ولا 3 ملايين، يرحم بابك مين راح تكفيهم؟ اسك راح يقدروا ياكلوا عادي؟ اسك راح يقدروا اوبليجي يروحوا يديروا ديون؟ اذا داروا ديون في رمضان على الاكل والشرب فاكيد ما راحش يديروا ديون على يعني مستلزمات الحلويات، اكيد ما كاش اللي راح يعطيهم ديون على الملابس العيد. هنا نقول لكم حبيباتي كي تكونوا راح تخموا ولا تخرجوا الكلمه من فمكم، حاولوا تخموا في الناس اللي راهي محتاجه، الناس اللي راهي اقل منكم في مستوى المعيشي، حاولوا تعطوهم حلول. ما قلنا لكمش اعطوهم سوارد من يعني من جيبكم، قلنا لكم حاولوا تخلوهم يعيشوا بسلام وحاولوا تطلعوا لهم المورال، حاولوا تكونوا ناس ايجابيين في المجتمع تاعكم، تقدموا للمجتمع هذا. والناس اللي ما فهمتش شنو هي كرتونه رمضان يعني منين نجيبها، كنا سبق وفهمتكم في فيديو قلت لكم كرتونه رمضان يا ناس راهم ينحوها بالكاس، راهم ينقصوا بالفنجان سواء من الزيت ولا من السكر ولا من القهوه ولا من اي ماده اللي يسحقوها يستهلكوها في رمضان، سواء انهم راهم يشروا يعني باغ اكزومبل راهي تشري 2 باكيه تاع قهوه راهي تنقص حتى تخبي باكي، راهي تنقص من السكر حتى تخبي باكي، ما فيها والو كي تنقص في دارها، ما راهي تطلب ما راهي لاعب ما راهي لا حرام. هنا
وانا في الاخر ما بقى لي غير نقول خياتي، لا عجبكم لا فيديو وعجبتكم الجوله ديالنا، ما بقى لي غير نقول لكم خلوا لي جيم، بارطاج لا فيديو لو ماكسيموم مع كامل حباباتكم صحاباتكم في كامل لي ريزو سوسيو ديالكم، هكذا باش تعم الفائده ويستفادوا بزاف ناس وتتبدل العقليه ان شاء الله. وهكذا سي فغي نولوا خاوه ماشي خاوه بالهضره فقط. وفي الاخر بقى لي غير نقول خياتي تهلاو في رواحتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.